السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهاردة هنعمل فخدة الخروف في الفرن مع الخضار. طبعا معانا فخدة الخروف هنا، ومعايا بصل مفروم ناعم. ممكن كمان تعمليه بصل مقطع، مش شرط انه مفروم، حسب ما انت عايزة. ومعانا البهارات بقى، بهارات لحمة معلقة كبيرة، سنة قرفة يعني حوالي ربع معلقة قرفة، معلقه فلفل اسود، معلقه زعتر، معلقه بابريكا كبيره، ومعلقه حبهان صغيره. ومعانا حبه زعفران صغيرين جدا. طبعا انتوا عارفين الزعفران ده يعني يعتبر غالي قوي، فبنحط منه حاجه بسيطه كده اهو. خلاص. ومعانا طبعا ملح، ومعانا عصير ليمونه، ومعانا كوبايه زبادي 170 جرام تقريبا، ومعانا هنحط حوالي 3 معالق خل، ومعانا حوالي 5 معالق صويا صوص اللي هو الخفيف، صويا الصوص الخفيف. خلاص. هنبتدي ان احنا نتبلها مع بعض. اول حاجه هنبتدي ان احنا نحط الزبادي، زي ما هي كده. وبعدين هنمسك البهارات ديت نخلطها مع بعض الاول، ونفرم الزعفران كده الاول، نخلط البهارات مع بعض، واحط الملح عليها تقريبا، نحط معلقه برضو كبيره ملح. خلاص. اخلطه كده معاها كويس. وبعدين احط البصل على الزبادي، واحط عليهم البهارات، ونبدأ نعصر الليمونة. ونحط معلقتين الخل او 3 معالق خل، والصويا صوص، خمس معالق احنا قلنا. وبعدين هنبدأ ان احنا نخلط كل الخليط ده كده مع بعضه الاول. وننزل على الفخدة، نحط عليها من فوق ومن تحت كويس جدا من الخليط. نقلبها كويس جدا، ونحط عليها من كل الاتجاهات كده بالشكل ده. في حاجة كمان ممكن نعملها، ان احنا نفتح فتحات بالسكينة. هوريكم ازاي. نفتح كده فتحات بالسكينة الفخدة نفسها، ونجيب التتبيلة كده، نحاول ندخل الفتحات دي. هتدخل هي التتبيلة لوحدها، هتدخل جوه، بحيث انها تعمل طعم كويس جدا، تغلغل جوه اللحم بتاعها، وتبقى متبلة كويس. انا كده تقريبا عملت كل التتبيله عليها بشكل كامل. المفروض ان احنا بقى هنسيبها ساعتين كاملين قبل ما ندخلها الفرن. وعلى فكره يعني على الاقل ساعتين، يعني المفروض اصلا ممكن تبقى ليله كامله من بالليل للصبح. بعد ساعتين كاملين من التتبيل، طبعا احنا المفروض بعد ما تتبل خالص ببتدي ان انا احطها في الفرن، بس مش بحط الخضار معاها. انا كنت مجهزه الخضار ومقطعاه وكل حاجه، بس برضو الخضار مش هيتحط معاها من الاول خالص، لان لو انا حطيت الخضار من الاول خالص هيتهري، ومش هيبقى يعني هيبقى مستوي زياده عن اللزوم. فاحنا هنبتدي ان احنا ننقل الفخده بقى في صينيه اكبر، لان الصينيه دي
طبعا مش هتكفي معايا الخضار والفخده. هبتدي ان انا انقلها في الصينيه دي. دلوقتي نقلتها في الصينيه بتاعتي، هدخل الفرن بس لازم اغطيها بورق فويل كويس علشان لما تدخل الفرن ما تنشفش وفي الاخر ما تلاقيهاش استوت من جوه. فانا هبتدي ان انا هغطيها بالفويل. وبعدين ادخلها الفرن تقريبا لمده ساعه الاول بدون الخضار. بعد كده هطلعها واحط الخضار واقفل تاني وادخلها تاني. خليكم معايا بعد ساعه بوريكم شكلها ان شاء الله. خلاص انا كده طلعتها من الفرن بعد ساعه وربع بالظبط، ساعه وربع. وبعدين هبتدي ان انا احط الخضار ده عليها واوزعه كده في الصينيه بشكل كامل. طبعا هي منزله دهون في الصينيه وزيت خالص كده، يعني تحس ان في دهون كتير نازله منها. هنقلب كده. طبعا الدهون دي مش اخده طعم طبعا من الفخده ومن البهارات، فهنبتدي ان احنا نعمل كده. لو عايزه تزودي بس شويه ملح خفيف كده جدا على الخضار، حاجه بسيطه خالص، رشه خفيفه بس عشان ما يبقاش الملح فيه قليل. مع برضو رشه فلفل خفيفه جدا. وبرضو هنرجع نغطيها تاني بالورق الفويل ونسيبها حوالي ساعه كمان. هي تقريبا الفخده بتاخد ساعتين وربع لحد ما تستوي يعني. ونبدا بعد كده نكشف الفويل تتحمر بس من فوق. فانا هبدا ان انا ادخلها تاني اهو الفرن وغطيتها زي ما قلت لكم، وبعد ساعه بوريها لكم ان شاء الله. ده شكل الفخده تقريبا بعد ساعه بالظبط. الخضار بدا يستوي اهو، او استوى بس احنا مش حابينه يكون مهري. خلاص هبتدي ان انا اكشف بقى الورق الفويل ده اللي انا كنت حطاه علشان احمر الفخده من فوق، لكن هي اوريدي بقت مستويه بشكل كده. شايفين اللحم بتاعها طري جدا اهو. هبدا ان انا ادخلها الفرن تاني بس تتحمر. ده شكل الفخده النهائي بعد ما حطيت حواليها الخضار. طبعا هي اتحمرت بشكل كويس جدا، لونها جميل وفي نفس الوقت مستويه وطريه جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا سبسكرايب لقناه زينب زياد باللغه العربيه. صفحتي على الفيسبوك اسمها سويت اند صور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.